السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. عملنا يا جماعة تكة تشيكن تحفة بجد، جميلة قوي، احسن ما تطلبيها من المطعم، واكلة لذيذة وسهلة جدا وبسيطة. ان شاء الله تعجبكم الطريقة وجربوها ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وحشتونا جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهاردة هنعمل اللي هي ايه، تشيكن تكة او تكة تشيكن، فراخ تكة، اي حاجة بتسموها، بصدور الفراخ. حاجات بسيطة او ممكن تستخدمي 2 3 حسب عدد الاسرة المتوفر. انا عملت 2 صدور، قطعتهم مكعبات بالشكل ده. معايا بقى التوابل: زبادي وليمون وتوم مفروم وجنزبيل مفروم ومعلقة صلصة كبيرة وكركم وبابريكا حمراء. وفي بهارات هندي، لان الاكل دي هندي، بهارات اسمها جرى مسالة، ممكن تجيبيها من عند العطار، بس خلي بالك في نوع بيبقى فيه حلبة بيدي مرارة في الاكل، دوقيها علشان تعرفي النوع الكويس. هنجيب البهارات بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. دي بقى كوباية زبادي كبيرة، اي نوع زبادي بقى انت بتحبيه بتستخدميه عندك، اعملي بيه. بصراحة اكلة حلوة وكان طعمها لذيذ جدا. هناخد ديت راس توم، اخدنا نصها كده لان هنستخدم الباقي في الصوص اللي هنعمله. وبرضو عصير الليمون، الجنزبيل اخدناه كله اهو، وعصير اللي هي صلصة الطماطم. هنقلبه كله مع بعضه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هتفضلي تقلبي كده لما تلاقي كل حاجة امتزجت مع بعضها. ممكن كمان لو انت هي بيبقى لونها احمر، ما عنديش لون احمر، انا استخدمت لون اصفر اللي هو بودرة الزعفران. معلقتين كاري، لا كركم، معلقتين كركم، الموجود عندك كاري او كركم حطيه هيبقى طعمه حلو جدا. البابريكا معلقة كبيرة. والجرى مسالة ديت هي بهارات بقى، عبارة عن كزبرة على كمون على حبهان مطحون على شوية بهارات كده، وبتبقى هي معمولة هندي، معمولة مخصوص يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. هنقلبهم كده لما لقيناهم امتزجوا. انا كنت عايزة اوصلها للون الاحمر بس التوابل ما جابتش نتيجة، فانا اضطريت احط اللون اللي هو بودرة الزعفران. لو انت عندك لون طعام احمر وانت عارفة انه امن وصحي استخدميه، بس في ناس كتير مش بتنصح انها تستخدمه يعني في الاكل. دلوقتي بقى انا بقى ده بودرة الزعفران، رشة بسيطة كده، هتلاقي كل الدنيا اصفرت دلوقتي. تعاملي معاها بحذر، وايدك خلي بالك لانها بتطبخ في الايدين جامد واللون مش بيطلع بسهولة. هي دي برضو موجودة ومنها الوان كتير عند العطار. الملح ظبطنا الملح بتاعها كده، وفلفل اسود. هتاخدي بقى الفراخ، صدور الفراخ اللي انت عاملاها ديت، وهتحطيها في التتبيله دي. قولي بقى ليله كامله، كل ما تزودي تزودي يعني المده بتاخد طعم احلى، بس انا حطيتها قولي ساعه ساعه ونص بصراحه. بس هي الافضل انك تعمليها فتره طويله. ودي كمان بتتشوي على الفحم بتبقى خطيره، بس طبعا بما ان مفيش فحم متوفر فانا شويتها في فرن البوتاجاز زي ما هتشوفوا دلوقتي. قلبتها كده وتخلي كل الصدور تتغلف كويس. وممكن تعملي الطريقة دي في فرخة كاملة، بس لازم تشيلي الجلد بتاعها. تمام كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بحاول بقى ايه، اخلي كل التوابل تروح للفراخ كلها، مش عايزة واحدة يبقى فيها طعم وواحدة لا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. معلش انا بطيئة شوية كده. انا خلصت. هغلفهم بقى زي ما قلتلك، يا اما تعينيها من بالليل او تعمليها بقى ساعتين 3 زي ما انت حابه الوقت اللي انت هتسويها فيه، لان دي مش بتاخد في التسويه، هم 10 دقايق بس مش اكتر. تقدري تسويها على الطاسه، تقدري تسويها في الفرن على الفحم، اي طريقه انت بتحبيها. كده بعد ما سبتهم ساعه ونص زي ما قلتلكم، معايا السياخ بتاعتي
اللي هشك فيها الشيش بتاعي. انت ممكن تستخدمي الخشب، لو انت هتستخدمي الخشب لازم تنقعيهم نص ساعة قبل ما تستخدميهم علشان ما تتحرقش منك في الفرن او على الفحم لو هتشويهم على الفحم. وتحاولي كل ما هتحطي قطعة تحطي القطع متناسبة مع بعضها، ما تحطيش واحدة كبيرة وواحدة صغيرة عشان تاخد نفس درجة السوا. احنا كلنا ستات بيوت زي بعض، وايه اللي بينفع معايا بقوله، ويا رب الطريقة لو جربتيها تنفع معاكي وان شاء الله تعجبك. عملته بالشكل ده وانا لابسه الجوانتي علشان زي ما قلتلك ان البتاع بودرة الزعفران بتطبع جامد في الايدين، فانا مش عايزاها تلون في ايدي. هفضل بقى اعمل كده لما اخلص كل الكمية بتاعتي. انا بحاول اوريك ان انا بس التصوير جافه شوية ما كنتش واخده بالي. بحاول احط كل قطعة متناسبة مع بعضها في الحجم. طلع في الجوانتي كده انا خلصت كل الكمية اللي انا كنت عايزاها. عملت لي كمية حلوة جدا. حطيتها تحت الشواية اهو 5 دقايق على الناحية اللي فوق، وبعد ال5 دقايق قلبتها على الناحية اللي تحت. هنا بقى هنشتغل في الرز وهنعمل الصوص مع بعض. حطيت معلقة سمنة على معلقة زيت، مش كتير، معلقة صغيرة ومعلقة صغيرة علشان بس ايه تعمل. وحطيت عود قرفة، حبهان، ورق لورا، فلفل اسود حب، وكمون حب. كمون حب اهو بيدي نكهة حلوة اوي للرز وطعمه مختلف جدا. هنا انا بعمل فحمة علشان كانت الفراخ بدأت تستوي معايا، علشان تاخد طعم الفحم تديها طعم حلو جدا يا جماعة. ومعايا هنا الصلصة اللي انا هشتغل فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. برضه هنحط معلقة سمنة وشوية. هننزل بقى دي بصلاية مفرومة، ده عشان الصلصة اللي هنحط فيها الصوص بتاع الفراخ اللي احنا هنحطها فيها. بصلاية مفرومة كده فرم ناعم حسب الكمية. حبة صغيرين اعملي بصلاية متوسطة. دي بصلاية كبيرة نوعا ما مش قوي، وسط برضو، وفرمتها فرم ناعم. عايزة بقى اخد ريحة البصل. هنا انا كنت غاسلة الرز، رز طويل الحبة اللي هو بسمتي، غسلاه ونقعه نص ساعة، صفيته من المية ودلوقتي حطيته بعد ما شميت ريحة البهارات بتاعتي. والبصلة هنا برضو بتتشمع معايا وبتاخد ريحتها بدأت تطلع. هنا الاول هنحط الفحمة عليها شوية زيت، وهنغطي بقى على الفراخ. صدقوني كانت روعة، كأنك شوياهم زي ما بتجيبوهم من بره. هتقفلي كويس قوي علشان ايه ريحة الفحم تيجي في الاكل. اللي هو الفحم الفوري ده بيبقى لذيذ قوي في الاكل، تقدري بقى تعملي بيه اي حاجة في البيت. كده البصلايه اتحمرت نوعا ما حاجة بسيطة. نزلنا بقية التوم اللي كنا سايبينه من التتبيلة. بس الولاد كانوا بس بيلعبوا بالحاجات. وعصير الليمون عشان يدينا مزازة حلوة قوي. اللي هيجرب الطريقة دي مش هيبطل يعملها من كتر حلاوتها. معلقة كزبرة مطحونة، كمون مطحون اهو، ممكن تحطي حب زي ما انت عايزة لو متوفر، بابريكا، بهارات فراخ اللي هي بهارات لحمة، ومعلقة من الجرة مسالة اللي هي بهارات بقى حبة توابل كده حلوة. هما بقى بيبقوا عاملينها مخصوص للأكلات بتاعتهم. مش موجودة استخدمي أي بهارات عندك، ظبطي انت البهارات بتاعتك اللي انت بتحبيها. التكة مش في البهارات وبس، في طريقة العمايل كمان. وملح وفلفل طبعا. ما نزودش الملح علشان طبعا احنا هنعمل الصلصة، وممكن لما تحدق مننا تبوظ، فانت تظبطيه وبعدين ترجعي تظبطي الملح بتاعك. كده الرز كله اتغلف معايا بزيت والسمنة، معلقة ومعلقة، مش بنكتر ولا حاجة. هننزل عليه بقى المية المغلية بتاعتنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كده بعد ما الصوص التقل معايا كده، اللي هي البصل والثوم والحاجات اتظبطت مع بعض، هننزل عليهم بقى بعصير الطماطم. تضربي لك شويه طماطم حلوين كده، كيلو الا ربع او كيلو، عشان تديكي صوص كتير. طبعا معلقه السكر ما ننساهاش. هتبدأ بس لما تبدأ تبقبق معايا كده وتعلى، هنحط عليها كمان عندك شوية لبن، عندك شوية قشطة تستخدميهم كده. اللبن الرز قصدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بدأت المية تغلي اهي، هنوطي عليه النار ونسيبه بالظبط بالظبط، ما بيقعدش على النار ربع ساعة، لانك انت نقع الرز ومظبطاه كده. بدأت تعمل بقبقة بسيطة كده، هننزل يا اما كريمة لباني او قشطة او اي لبن عندك متوفر اهو. وهتقلبي تديكي لون بقى الايه البرتقاني الحلو ده او اصفر، اي لون. غيرنا صلصة الطماطم خالص واختلفت، وفعلا طعمها حلو وطعمها جميل يا جماعة. ان شاء الله لما تجربوا الطريقة هتعجبكم. هننزل بقى بالفراخ. شايفين الفراخ وجمالها كأنها معمولة على الفحم، بس خلي بالك ايه، ما تسويهاش قوي، يعني ما تسيبهاش في الفرن كتير عشان ما تاخدش السمار اللي انا عملته ده. يعني انا المفروض ما كانتش، يعني انا على ما طفيت الفرن وطلعتها اتعملت سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بقى مش عايزة فيها، انت لما تجربيها خلي بالك عليها تحت الشواية علشان ما تاخدش السمار ده. كده الرز خلاص استوى معايا. شايفين الرز مفلفل، ولا فيه واحدة لازقة في التانية ولا اي حاجة. دي طريقة تقديمي بقى. يا رب تكون عجبتكم، ويا رب لما تجربوا الطريقة وتعجبكم اكتبولي وشجعوني كده علشان نعمل اكلات حلوة مع بعض. والله العظيم كان طعمها خرافة، حلوة جدا، احلى من اللي بتطلب في المطعم. وان شاء الله جربيها وهتعجب الولاد جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.